بسم الله الحمد لله القائل ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على النبي القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ودنا يتكبراتشو يدار القرآن يقراءة ماكل تكتاتيوش انديون دمو يتيك توك تكتاتيوش انديوم بيوتيوب متكتاتلو تناون دموشي إنه زاري سلا مخارج الحروف يمن ماماري ونال مخارج الحروف مخارج من جمع مخرج الحروف يا في دلات وش مالنم حرف كالنجم بنتلان إنه زاري إنن يمن ماماري ونال إن شاء الله وانا موجوج أمس علو مالنم الجوف عندهم حلق لسان شفتان خيشوم من الأجو مالنم إهن بزرزر إن شاء الله مخارج الحروف يو مخارج سن جمع مخرج يعني التعريف جلسة النادر كلام علينا مخارج بلو مالت لغة بقنقة درجة اسم لمكان خروج الحرف يموج أبوتانو مخارج يموج أبوتانو بقنقة درجة مالنا وفي باصطلاح بمورانوش جلسة بيتجويد مورانوش جلسة دمو محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده الصوت نطق به فيتميز عن غيره محل يعني بوتانو محل الخروج يميوت أب بوتانو الحرف الذي ينقطع يا فيدل يعني يميقرط أبت عنده بوتاو مالنو الصوت دمصن يميقرط ببوتا النطق بمناوط أبغزي به فيتميز عن غيره كليلاو يميليبت ነው ብለው ያስቀምጣሉ ማለት ነው። طيب كيفية معرفة المخرج በምን አይነት መልኩ ነው ያኒ የምናውቀው የፊደል መውጫ ቦታዎችን በምን አይነት መልኩ ነው የምናውቀው ካልን غاية المريد في أحكام التجويد ላይ عندن فيدل حمزة بأي حركة أو بفتحة أو بكسرة أسكمتن أو بضمة أو بكسرة أو بفتحة أرجتن كزام بولا سكون مادرجنو منفلقون فيدل مالنو لمثالي حمزة فتحة عين سكون لمالت مالن عنديهم دمو بزيجا من أسكمتلن سكين سكون النادرجوالن الحرف يمنفلقون فيدل سكون النادرجو أو نشدد ويمشد النادرجوالن ندخل عليه حرف متحركة حركة يلبتن فيدل الناس كمتلن عليه ثم كزام بولا ننطق الحرف فحيث ينقطع صوت يميقرطبت فيدل مندنو يزا ينقطع الصوت يزا فيدل يكون مخرج الحرف يزا فيدل موجع يهناله لو ياسكمتالو مالنو لمثال يو همزة فتحة كاف سكون أك أما حروف المد جن يا حروف المدية كجوف ميوتوت فتعرف مخارجها بإدخال الحرف مفتوحة على الألف ومكسور على الياء ومضموم على الواو واو لا يعني كواو بفيت ضمة منور على اللبت كيا بفيت كسرة مون على اللبت كالف بفيت دمو من دنو مفتوحة مون على اللبت بلو ياسكمتالو مالنو عدد المخارج يا فيدلات موجعوج سنتناتشو كالن مذهب الجمهور يعني كما قال متن الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر يفيدلات يعني موجعوج سنتناتشو 17 ناتشو بلو انداسكمتوت مالنو طيب يهو مخارج الحروف يعني المخارج رئيسية يعني وانا يفيدلات موجعوج سنتناتشو أمستناتشو الجوف حلق لساننا شفتاننا خيشوم ناتشو እነዚህ አምስት ናቸው ማለት ነው። ይህንን ጥርስና መላሱን እየነቀስን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ መኻሪጅ በሁለት ይከፈላል። መኻሪጁል ዓማና ኻሳ ብለው
ዑለሞች ይከፍሉታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቦታቸው ነው። ጀውፍ የምንላቸው ይሄ ነው ቦታው። ሐልቅ የምንለው ደግሞ ይሄው ጉሮሮ። ኸይሹም ማለት ደግሞ ስርን ነው፣ አፍንጫ ውስጥ ማለት ነው። ሸፈታ የምንለው ደግሞ ከንፈር ነው ማለት ነው። طيب ይሄንን በዝርዝር እናያለን ኢንሻአላህ። مخرج المحققنا المخرج مقدر የምንላቸው تنقسم المخارج إلى نوعين በሁለት ይከፈላሉ። ከእንደገና ደግሞ መኻሪጅ ሙሐቀቅና ሙቀደር ይላል። ሙሐቀቅ ብሎ ማለት የተረጋገጠ ይሄ ቦታ ነው የሚወጣው ፊደል ብለው ምንጠራው ምንድነው? ሙሐቀቅ እንለዋለን። هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفهم ثلاثة الحلق اللسان الشفتان بلا يسكمتال. هو الذي يعني ይሄ ቦታ ነው ብለን على جزء معين የተረጋገጠ من أجزاء ክፍሎች يعني فهم الثلاثة الحلقنا لساننا شفتان ይሄ ምን ይባላል? ለምሳሌ مثلا دال مقطوع محقق دال يعني የሚወጣበት ቦታ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው። المخرج المقدر ምንለው ደግሞ هو الذي لا يعتمد على جزء معين كمخرج مد الثلاثة التي تخرج من جوف وتنتهي بانتهاء الهواء الفهم. ይሄ ደግሞ ምንድነው? المخرج مقدر ይሄ ቦታ ነው ተብሎ لا يعتمد يعني على جزء معين ይሄ ቦታ ነው ተብሎ ያልተረጋገጠ ምንድነው? እነዛ ምንድናቸው? التي تخرج من الجوف وتنتهي يعني حروف المد ናቸው ማለት ነው። مثلا ألف مدية ياء مدية እንዲሁም ደግሞ ዋው መድያ የምንላቸው ነው ማለት ነው። طيب عدد مخارج الحروف وتفصيلها የፊደላት መውጫዎች ብዛታቸው በተብራራ ሁኔታ ያው ዑለሞች የሚያስቀምጡት ነገር አላቸው ማለት ነው። ዑለሞች لما كانت مادة الحروف هي الصوت الذي هو الهواء يعني هو الهوائي ብለው ያስቀምጡታል يعني የፊደሎች ይዘት بدمጽ ነው يعني الحروف هي الصوت الذي هو الهواء الخارج دمጽ يعني ይህም ከሳምባ ወደ አፍ الذي يعني من الرئية إلى الفهم لذا رتبت العلماء مخارج الحروف باعتبار الصوت بدمጽ አማካኝነት يعني አስተካክለው በድምጽ አስተካክለው በመጀመሪያ ለሳምባ ቅርብ የሆነውን ከዚያም ከአፍ ቀጥሎ ያለውን ጠቅሰዋል። ሊቃውንት የፊደላት መውጫቸውን يعني በማጥናት ذكر ما هو أقرب إلى رئية ثم ما يليه إلى الفهم መውጫቸውን በአምስት አጠቃላይ መውጫዎች የተገደቡ ናቸው يعني واختلف العلماء في عدد مخارج الحروف والمختار يتمرطون ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المخارج 17 እንደሆኑ አስቀምጠዋል مخرجا ዋና ግን አምስት في 5 مخارج عامة ምንላቸው ዋና መውጫዎች አምስት ናቸው። የፊደል መውጫዎች ግን 17 ናቸው كما قال متن الجزري ማለት ነው። طيب مخارج الحروف مخارج رئيسة يعني ዋና መውጫዎች ስንት ናቸው? አምስት ናቸው። الجوف حلق لسان شفتان خيشوم ናቸው። አንደኛ ጆፍ ስንት ፊደል ነው የሚወጡት? يعني الحرف المدية الثلاثة ألف ما قبلها فتحة ياء ما قبلها كسرة واو ما قبلها ضمة ምንላቸው እነዛ ናቸው የሚወጡበት። ሐልቅ ደግሞ 6 ፊደሎች ናቸው የሚወጡት ማለት ነው። አይን እንዲሁም ሐ እንዲሁም አይን ሐ እንዲሁም ደግሞ ኸና ገይን እንዲሁም ሐምዛና ምንድነው ሐ መርቡጣ ማለት ነው። ሊሳን 18 ፊደል፣ ሸፈታን ደግሞ 4 ፊደል ሚም፣ ፋ፣ ባ፣ ዋው እነዛ የመሳሰሉ ናቸው። ኸይሹም ደግሞ ምንድነው
ጉና ነው የሚወጣው ማለት ነው። ጉና طيب الأول الجوف بزرزر እናያቸዋለን። አንደኛው አልጀውፍ ነው። ሎገተን አልኸላ ባዶ ቦታ ማለት ነው። አልኸላ ባዶ ቦታ ነው። ኢስጢላህ በምሁራኖች ገለጻ ደግሞ አልኸላኢል ዋቂዕ ዳኺል ሐልቅ والألف المادية المفتوحة ما قبلها الخلاء بادو بوتا يونا الواقع الداخل ودا يعني ودا وسط كغروراج ودا وسط والفم اسك አፍ ያለው ምንድነው ይሄ የጆፍ ቦታ ናቸው አልዋው መድያ መድሙማ ዋው ከሷ በፊት ምንድነው የምትቀበለው ضማ ነው ما قبلها ማለት ነው ያኡን መድያ መክሱራ ما قبلها ብለው ያስቀምጡታል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው መኻሪጅ الجوف የመውጫቸው ቦታዎችን ያስቀምጥልናል አሊፉን መድያ ቃለ እዚህ ጋር ደግሞ በዋው ያቁሉ ዋው ضم ነው ቂለ ስንል ደግሞ ቃፍ ከስራ ያ ቂለ ከፍ ቃፍ ከስራ ያ ሱኩን ቂለ ቃለ ስንል ደግሞ የአሊፉን መድያ ነው يقول ስንል ደግሞ ዋውን መድያ ما قبلها ضم ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ይሄው እንደምናየው ማለት ነው الثاني الحلق ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ጉሮሮ ማለት ነው أدنى الحلق وسط الحلق أقصى الحلق ብለው أدنى الحلق وسط الحلق እና أقصى الحلق ብለው ዑለሞች ያስቀምጡልናል ማለት ነው ጉሮሮ በሶስት ይከፈላል አንደኛው ምንድነው አድነል ሐልቅ ምንለው ላፍ ቅርብ የሚገኝ የጉሮሮ ክፍል ነው አድናሁ كما قال متن الجزري አድናሁ غين خاء የቅርብ የጉሮሮ ክፍል የሆነው ማለት ነው طيب وسط الحلق ምንለው ደግሞ ሐና عين ነው ማለት ነው كما قال متن الجزري ومن وسطه فعين حاء مكاكلኛ የጉሮሮ ክፍል ደግሞ ምንድነው ስንት ይወጣል ፊደል ሐና عين ማለት ነው أقصى الحلق ምንለው ደግሞ ስንት ፊደል ይወጣል ሁለት ሐና ሐምዛ ይወጣሉ ማለት ነው كما قال متن الجزري ثم لأقصى الحلق همز حاء يعني የሩቅ የጉሮሮ ክፍል ምን ይወጣል ሐምዛና ሐ ይወጣል ማለት ነው ከልብ ከፍ ብሎ ለአፍ ሩቅ የሚገኝ የጉሮሮ ክፍል ነው ማለት ነው ለዛሬ ያስኩላችሁ መኻሪጅ الحروف ይህን ይመስላል والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته